بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام داخل المملكة المغربية الشريفة وخارجها، السلام عليكم. يوم 6 نوفمبر 2024 يحتفي الشعب المغربي قاطبة بعيد المسيرة الخضراء المضفرة كعادته منذ 6 نوفمبر 1975، اللي هو ذكرى استرجاع المملكة المغربية لأراضيها الجنوبية من المستعمر الإسباني. وبهذا المناسبة بغيت نشارك معاكم طلعة حسانية اللي تكلمت فيها عن المسيرة الخضراء وعلى الحداث الأخير في شأن قضية وحدتنا الترابية، وكذلك على الشعب المغربي المجند بحماس وراء المغفور له ملكنا الحسن الثاني انذاك، لكون هذا الزمان ما يمكن ليه يتنسى في قلوبنا وما يتنسى ملي في حياتنا. على بركة الله، بسم الله باش بدينا، وبالصلاة على النبي صلينا. والله الوطن الملك شعارنا، 16 أكتوبر يوم اللي آمر فيه المغفور له الملك الحسن بتنظيم المسيرة الخضراء الشعبية السلمية. هذا النهار اللي ما ليه شريك وليه السمية، المعروف خطاب استرجاع عقالي من الجنوبية بحكم محكمات لاهاي وشهادات جميع الدول، تاريخه مشهور في جميع المحافل الدولية. المسيرة معجزة من المعجزات العالمية، وعيدها عيد من الأعياد الكبيرة، وانطلاقتها مولي بأمر من المغفور له الملك الحسن في قصر مدينة أكادير العاصمة السوسية. هذا التاريخ معروف ب5 نوفمبر 75، هو ذاك النهار اللي اعطى فيه ملكنا أوامر السامية للشعب المغربي بالدخول لأراضيه الصحراوية ماشيا على الأقدام، وسماها الخضراء والله زين التسمية. مسيرة 6 نوفمبر 75 يوم اللي ما ليه مثيل، الشعب كله مجند وراهم استطاع عليه من شمال المغرب إلى حدوده الجنوبية، ومن شرق المغرب إلى حدوده الغربية. شعبه كله ينادي بصوت الحسن، وعاش الملك الحسن وسلاحهم الإيمان والتعليمات الملكية. 350 ألف نسمة ما بين نساء ورجال، منهم شباب وشيوخ، سلاحهم القرآن الكريم. هذه من معجزات الشرفاء والقدرة الإلهية. هذا الذكرى وطنية وعيدها عيد من الأعياد الكبيرة المشهورة بتاريخ استرجاع عقالي من الصحراوية وبخروج جميع الإسبان من أراضينا الجنوبية، وصلاة الرحيم إخوانهم بعناق وحب الأخوية، وصلاة الرحيم الإخوة بإخوانهم بعناق وحب الأخوية. الدخول كان بلا سلاح، وكان من معجزات الزمان بفضل الله المجهودات اللي بدلها الملك الحسن، بفضل الله المجهودات اللي بدلها الملك الحسن، وكذا بجهود القانون الدولي والقدرة الإلهية، وبالجهاز اللي واضح في يد ملكنا محمد السادس. الشعب المغربي جدد البيعة بالولاء والسيادة وزيانة الدنيا، وصبحات مدنها رفيعة وجميلة، الكبيرة منها والصغيرة تظل من المدن المشهورة، وكملات زاد مولي تحرير القرقرات الجنوبية بفضل الله وحدث ملك المملكة المغربية. هذا شرف كبير للمغاربة من طنجة لقويرة، تاريخه منقوش في قلب أبناء المملكة الشريفة، بريشة من ذهب والحبر من ذهب والدوية ذهبية، وجدنا اليوم بين البرهان والسلم بالصحراء المغربية. أما المنفاصلين واللي نضحك عليهم اللام ساكنية، إنهم 2 معروفين و2 مجهولين، والباقي كمشة تلفة غير واعية، و2 اللي فروا خوفا من المتابعة العقابية بسبب اقترافهم لبعض الأفعال الإجرامية، منهم اللي تركبوه عياله بأفعاله الانفعالية وقاسوا تندوف ظنهم يخلقوا منها دويلة بريك، راهم عايشين في الدل في الأراضي الجزائرية، متاجرين فيهم العديان ما يمرقوا فين وتاركينهم رهينة. نطلبوا مولانا يرد بهذا 2 المعروفين، ونمد يدينا يلم شمال اخواننا باخوانهم في اراضيهم المغربية، ويهدي مولي جيراننا يكفوا من هذه الافعال العدائية، ويغيروا سلوكهم ويصلحوا افكارهم مع الدولة الشريفة، ويعملوا يدهم في اليد الطاهرة الممدودة، والغالطين يلتحقوا باخوانهم في الصحراء الوطنية. اليوم الحق بان واضح اللعمة والصحراء مغربية،
والحق سبق وجا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والعربية والإفريقية الشقيقة وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وغيرهم من الدول الأوروبية. هما اللي جا الوضوح من رئيس الجمهورية الفرنسية اللي تقدم بقدامه رسميا وثبتها بزيارته التاريخية، وثبت كلامه بدعمه الصريح لقضية الصحراء المغربية، وبين العالم باللي الحق اللي قال معنى بحد غير الجدية. وفي مجلس الأمن قال مستقبل الصحراء اليوم والغد بيد الدولة المغربية، وطريق القنصلية قريبة في الطريق، ولا نقولوا صبحات رسمية. العالم اليوم فهم وبغى لهنا، وبغى اللي عينه في الفوضى يدخل لجواه وما يتكلم مزال في مجلس الأمن على حساب هواه. وترتاح الدول اللي تحب السلم من الأفعال العدائية، وترتاح مولي الجزائر من الفوضى على المواد الغذائية، وتبقى الصحراء مغربية وإلى الأبد تبقى جنوبية. هذه ألا البداية اللي ظهر فيها الحق وزهق الباطل، وبان الحق وضوح الشمس لجميع الدول. الأخبار طريق على الصحراء الشرقية بوثائق مغربية، وقالوا زمان اللي يفتش على الخير يلقاه، واللي يفتش على البلا يلقاه. المسيرة الخضراء معجزة من المعجزات العالمية. ولاد الصحراء مغاربة شجعان أحرار فراضيهم الوطنية، واليوم حامدين مولانا الصحراء أفضل من المدن المشهورة. واليوم حامدين مولانا مدن الصحراء أفضل من المدن المشهورة. وريتنا اليوم موحدة من الشمال إلى الجهة الجنوبية، لونها أحمر وسطها نجمة خضراء ترفرف كل جهات المملكة. لونها أحمر وسطها نجمة خضراء ترفرف كل جهات المملكة. ألوانها تجذب العين من طنجة لقرقرات بالصحراء المغربية. كل واحد مداين قال عاش الملك محمد السادس، عشت لنا يا سيدي ذخرا وملاذا، يا المالك بن مليك من جد لجدود، والجد ما يشكر راسو. يا ربي نستغيث بيك تشفيه وتبارك لنا في عمره، وتحفظ ولي العهد الأمير الحسن ولله خديجة، والأمير مولاي راشد وكافة الأسرة الملكية والشعب وجيشه وأمنه، وارفع من قدره وشانه يا العزيز يا الرحمن. ونختم بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.